كان بيجهز التلاميذ طول الوقت للصعود، انه هيسيبهم، فقعد 40 يوم بيظهر لهم ويحكي معاهم ويشرح لهم ايه؟ الامور المختصه بالملكوت، صح؟ ومن بعد الصعود لحد النهارده الروح القدس ساكن فينا وعمال يجهزنا ويحكي معانا عن الامور المختصه بايه؟ بالسماء. فاللي بيجهز هنا على الارض بيعمل ايه؟ يلا على بيتنا، صح؟ بيتنا فين؟ في السماء، مش كده؟ طب ايه رأيكم؟ الناس اللي سبقونا في السماء وتصوني منال مشوا ولا معانا؟ طب ايه دليلكم؟ الكنيسة واحدة. الكنيسة ايه؟ واحدة. اللي على الأرض اسمها وهي في السماء اسمها المنتصرة، اللي على الأرض اسمها المجاهدة وهي في السماء. طب احنا واقفين، انتوا صليتوا بالإجبار ولا ما صليتوش؟ صليتوا؟ ردوا عليا. اللي ورا سامعيني؟ صليتوا بالإجبار ولا ما صليتوش النهارده؟ آخر طلبة في الإجبار بنقول إيه؟ أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان. مين أحطنا دي بملائكتك القديسين؟ يعني احنا ممكن نبقى قاعدين كده وحد جنبينا كده اسمه الملاك ميخائيل مثلا، صح؟ ممكن نبقى قاعدين كده وحد جنبينا مثلا اسمه البابا كرولوس، مش كده؟ هي الكنيسه تقول لنا كده. يعني ممكن نبقى قاعدين واحنا بنصلي وشفيعتنا وشفيعه الاجتماع في القيامه قايمه وبتصلي معانا، مش كده؟ مش كده؟ طيب لما يبقى المسيح قام قومنا معاه ولا لسه هيقومنا؟ قومنا، صح؟ يعني احنا دلوقتي بقى عندنا 2 امكانيات مميزه جدا. اول حاجه ان احنا في طبيعتنا الساقطه البشريه بقى عندنا امكانيه ان احنا نقوم كل يوم مهما وقعنا في الخطيه، فدوت مخلي ربنا كل يوم شايفنا حلوين. مش شايف ولا واحده فينا يا ابوي انت بتعملي نفس الخطيه كل يوم يا شيخه حرام عليكي، لا عمره ما بيقول كده ربنا. بدليل ان ابونا كل يوم في القداس يقف يقول القدسات لمين؟ مين القديسين دول؟ صح؟ دي الامكانيه الاولى. طب الامكانيه الثانيه اسمها شراكه القديسين على الارض وفي السماء من غير صعبانيه، من غير ما نزعل، بالعكس دي قيامه، مش كده؟ يلا واحنا بنصلي النهارده هنبدا بلحن او بمديحه والباقي ترانيم، بس هنبدا بمديحه اسمها نسجد لاسم الثالوث الرب الاله. وفي المديحه دي